هل في حاجة جواك بتخوفك وبتبقى مش عايز تبص عليها او مش عايز تعرفها او بتحاول ان انت تدفنها طول الوقت؟ ايه هو الظل وازاي اواجهه مش اهرب منه؟ الظل هو الجزء اللي اتألم فاستخبى جوانا، زي الخوف والغضب والغيرة والشعور بالذنب، الحاجات اللي انت رافض ان انت تعترف بيها ورافض ان انت تقول لنفسك ان هي اصلا موجودة جواك، وتحاول ان انت تدفنها طول الوقت وتحط فوقها بلاستر كتير قوي علشان ما تظهرش وما تشوفهاش. عارفين زي انت اتجرحت، فبدل ما تنظف الجرح بتاعك رحت جبت بلاستر وحطيته عليه، فالجرح قفل وهو ملوث، فانت رحت جبت بلاستر تاني وحطيت، بس هو بيوجعك، فانت رحت جبت بلاستر تالت وحطيت، بس لسه في ألم، وفضلت تبني طبقات من البلاستر فوق الجرح ده وهو اصلا محتاج يتفتح عشان يتنضف، وعشان تشيل اللي جواه، عشان تشيل الوجع اللي جواه. الروح مش بتتطور وبتنضج بان انت تدفن راسك في الرمل. الروح بتتطور لما تواجه نفسك، لما تواجه كل حاجة جواك، لما تواجه كل جرح انت جبت بلاستر زي ما قلنا وحطيته عليه وقفلته عشان انت مش عايز تشوفه. كل ما تواجه الظل اللي جواك كل ما ابواب النور بتتفتح في حياتك وبتتشافى من الحاجات اللي انت قافل عليها بقالك سنين ومش عارف تخرجها. ابدأ افتح جرح ودور جواه وواجهه ونضفه عشان تطلع للمرحلة اللي بعد كده.